إدريس جماع شاعر سوداني فقد عقله في آخر أيامه، ودخل مستشفى المجانين وحاول أهله إن ياخدوه يسفروه بره عشان يتعالج. وفعلا في المطار وهو مسافر شاف ست جميلة جدا وكان معاها جوزها، وقعد يبص لها جامد. وطبعا جوزها اتضايق، هو فاقد عقله لكن الزوج برضك بيغير يا جماعة حتى لو مين اللي بيبص، ومنع ان ادريس يبص لها وزعق له. فادريس كل اللي عمله ان هو نظم قصيده، القصيده دي غناها المطرب السوداني سيد خليفه. القصيده كانت بتقول في مطلعها: أعلى الجمال تغار منا، ماذا عليك إذ نظرنا، هي نظرة تنسي الوقار وتسعد الروح المعنى، دنياي أنت وفرحتي ومنى الفؤاد إذا تمنى، أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا، هلا رحمت متيما عصفت به الأشواق وهنا، وهفت به الذكرى فطاف مع الدجى مغنى فمغنى، هزته منك محاسن غنى بها لما تغنى، يا شعلة طافت خواطرنا حواليها وطفنا، آنست فيك قداسة ولمست إشراقا وفنا، ونظرت في عينيك آفاقا وأسرارا ومعنى، كلم عهودا في الصبا اسأل عهودا كيف كنا، كم باللقاء سمحت لنا كم بالطهارة ظللتنا، ذهب الصبا بعهوده ليت الطفولة عاودتنا. الأغنية دي لما سمعها العقاد قال يا جماعة مين اللي كاتب الأغنية العظيمة دي؟ قالوا له ده الشاعر السوداني إدريس جماع، ودلوقتي هو في مستشفى المجانين في إنجلترا. قال هو ده مكانه السليم، لأن الكلام ده محدش يقدر يكتبه إلا واحد صاحب فكر، وأصحاب الفكر استحالة يعيشوا وسط الناس العاديين. ولما راحوا بإدريس جماع في لندن، الممرضة اللي دخلت، واضح انه كان بيحب الستات قوي، الممرضة اللي دخلت عليه كانت جميلة جدا، يقعد يطيل النظر في عينيها، يقعد يبص لها في عينيها جامد. قلقت منه بردك يا جماعة، ده مفروض ان هو مريض عقلي او مريض نفسي، المهم قلقت منه فاخبرت الدكاترة، فالدكاترة نصحوها، ومدير المستشفى قالوا لها البسي نظارة سودة وانت داخلة عليه وانت بتكلميه. اول ما دخلت عليه ولابسه نظاره سودا، عايز يقول لها يعني انت كده خلاص انت منعت نفسك عننا، وراح نظم فيها ابيات شعر. وبيتين الشعر دول اللي اتقال فيهم: والسيف في الغمد لا تخشى مضاربه، وسيف عينيك في الحالين بطار. فاهمين المعنى ولا لا؟ ان السيف طول ما هو جوه الجراب بتاعه محدش هيخاف منه، مش هيعور حد، ولكن سيف عينيك في الحالين، يعني سواء لابسه النضاره او قلع النضاره، بطار يذبح. ولما ترجم البيت ده للممرضة عيطت جامد، لان فهمت البيت طبعا وكده. وصنف البيت ده انه من ابلغ ابيات الشعر في الغزل في العصر الحديث. شاعر ادريس جماع ده لو تفتكروا انتوا دايما تسمعوا كده، هو ابيات شعر بتقول: إن حظي كدقيق فوق شوق نصروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، عزم الأمر عليهم ثم قالوا اتركوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوا. ودي كانت قصة، يعني كانت قصة مشهورة بيقول فيها الشاعر إن الحظ بتاعه عامل زي دقيق اترش فوق الشوك، اترش فوق الشوك. فجابوا ناس حافيين، قالوا طبعا الدقيق خف يعني خبى الشوك، فجابوا ناس حافيين قال لهم روحوا اجمعوا الدقيق. فلما مشوا طبعا الشوك دخل في رجليهم، فلما الشوك دخل في رجليهم ما قدروش يكملوا الجمع بتاع الدقيق، عظم الامر عليهم ثم قالوا، الناس اللي قالوا لهم اجمعوا الدقيق قالوا لهم اتركوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوا. إذا كان واحد ربنا هو اللي حكم عليه بالشقة، أنتوا إزاي هتسعدوه؟ في نفس الكلام الدقيق اللي اتنصر ده هتلموه إزاي؟ صعب مش كده؟ ده الشاعر إدريس جماع اللي دخل مستشفى المجانين عشان مش عارف يعيش وسط العاقلين.